حياكم الله مشاهدي قناة العراقية السريانية في حلقة هذا اليوم مع ضيفتي من الأسماء الرياضية التي أكدت حضور المرأة العراقية في المحافل العربية والدولية لعبا وتدريبا، وحصدت على الميداليات والمراكز والبطولات والجوائز. انتظرونا. تختزل السيرة الذاتية للكابتن هدى جورج فصولا مشرفة من تاريخ كرة المنضدة في العراق. إن الانتقال المرن في مسيرتها من لاعبة حصدت المراكز الأولى في الدور الممتاز وبطولات العراق المفتوحة إلى مدربة أكاديمية تمتلك شهادات دولية يعكس وعيا عميقا بمتطلبات اللعبة، ويتضح هذا التميز في قدرتها على قيادة أندية عريقة مثل النادي الأرمني في بغداد ونادي أكاد عنكاوى في أربيل، وصولا إلى تدريب المنتخبات الوطنية للفئات العمرية وتحقيق منصات التتويج في بطولات منظمة تنس الطاولة العالمية للشباب ومسابقات الاتحاد العربي. إن رحلتها التدريبية إلى الصين معقل اللعبة الأول في العالم لم تكن مجرد مشاركة، بل كانت تأكيداً على سعيها المستمر لنقل أرقى الخبرات العالمية إلى الملاعب العراقية. مسيرة لا تقاس بالسنوات بل بالمنصات والإنجازات التي سجلت باسم الوطن. ضيفتنا الأولى هي اللاعبة الدولية والمدربة الكابتن هدى جورج، نموذجاً للمرأة العراقية المثابرة التي حولت شغفها الرياضي إلى رسالة تربوية وتدريبية عبر الأجيال. خريجة كلية التربية الرياضية بجامعة بغداد وعموداً من أعمدة كرة المنضدة العراقية منذ عام 1986. تنقلت بين أندية العاصمة ومثلت المنتخب الوطني في المحافل العربية والدولية، تاركة بصمة ذهبية في مصر وتونس والأردن والصين. ولم تكتفي بالتميز كلاعبة بطلة، بل غدت مدربة قديرة تصنع جيل الغد للمنتخبات الوطنية. أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة العراقية السريانية. ضيفتي لهذا اليوم الكابتن هدى جورج، لاعبة الطاولة. نورتينا ست هدى بهاي الحلقة في برنامج برستيج. في البداية أشكر القناة العراقية السريانية وفي برنامج برستيج على استضافتي في هذا البرنامج اللي مثلوا به عدة شخصيات، وأنا محظوظة اليوم أني أكون ضمن هاي الشخصيات أن أمثل هذا البرنامج. بالبداية اسمي هدى جورج باكوز من عائلة رياضية. أنا مدربة منتخب وطني للفئات العمرية بتنس الطاولة ومدربة نادي أكاد عنكاوى الرياضي. نعم ست هدى، احنا اليوم سعيدين بوجودك بهاي الحلقة. أريدك اليوم تتحدثي لي عن طفولة هدى جورج، كيف كانت الطفولة؟ البداية طفولتي كانت كلش حلوة، لأن أمي وأبويا من البداية علمونا على البساطة على المحبة،
فاني عندي اخ واختين. بالبدايه كانت طفولتي اكثر شيء قريبه من اخويا، يعني كنا دائما نلعب سوا. اختي خواتي شويه كانوا يحبون النوم والاكل، بس اقرب شيء اني الي الاخويا. كنا مثلا بالبيت نحط شبكه مال الطائره، وانا بالابتدائيه صغيره شبكه مال الطائره. ايش قد كان عمرك يعني يعني يمكن رابع ابتدائي. احب من البدايه احنا صغار، يعني بالبدايه ابويا كان يودينا مسبح المنصور، من نادي المنصور، نادي الصيد، مسبح الامانه. نعم. اول انتم شيء علمنا السباحه. حضرتك سكنت بغداد؟ سكنت بغداد، انا سكنت بغداد. فتعلمت السباحه عن طريق ابويا، بعدين ويا اخويا من احنا صغار نلعب كل شيء، نلعب بايسكل، نلعب طوبه. حتى كنا هاي القصبه مال بيبسي مره سويناها اسهم، لعبنا مبارزه بالبيت. يعني كل الالعاب خلينا نقول الشعبيه اللي يعني حتى كنا نحط شبكه مال الطائره بالبيت ونلعب، مرات نجي ويا الجيران نلعب. فكلش احب طفولتي هاي ويا اخويا. اختي الكبيره هم كلش احبها، هاي طفولتي ويا اخواني. طفولتي اختي هم كانت كلش حلوه ويانا، يعني هي تعتبر كبيره وتخاف علينا وتجيب لنا هدايا ومفاجآت. زين. اما اختي التوأم نعم، فهي هاي رفيقتي، انه نحن سوا. ندى جورج باكوزي هم بطله العراق والعرب. هاي طفولتي ويا اخواني. العائله كانت من ضمن الالعاب الرياضيه الموجوده، يعني كانوا يمثلون كل وحده تمثل لها انه تلعب رياضه. اختي الكبيره ما كانت تلعب، بس اخويا كان يلعب تنس ارضي على ابويا. نعم. مثل قلتي لي الوالد هم كان يلعب رياضه. واختي التوأم بدت وياي، يعني نفس الكليه، نفس المدرسه، نفس النادي، كله بدينا سوا. حلو. زين. الطفوله كانت تكشف لهدى جورج حبك للرياضه؟ هو اكيد ابويا جورج باكوز اول مؤسس اتحاد عراقي وعربي، هو اسس الاتحاد، اول مؤسس هو. فهو كان كلش يحب الرياضه، يعني من احنا صغار كنا نروح وياه، نروح بالملاعب مال التنس، دائما ياخذنا انا واخواتي، يعني دائما ياخذنا كلنا. من اكتشف الموهبه حين ذاك انه هدى او كابتن هدى تلعب الطاوله؟ هو ابويا من شافنا احنا هيك نحب الرياضه ونلعبها بالبيت، اول شيء جاب لنا ميز بالبيت، ميز مال المنضده. قال انتم تحبون التنس؟ هو اختصاص التنس. كان التنس قبل هو نفسه اتحاد الريشه والتنس والمنضده اتحاد واحد، بعدين هسه تفرعوا وصاروا 3 اتحادات. فهو بالبدايه جاب لنا ميز بالبيت وشاف الرغبه، بعدين جاب لنا مدرب. قال المدرب يعني هذول كل زين يصيرون، انا واختي يعني تو بدينا سوا. فقال انتم ليش ما اسجلكم بنادي يعني تستفادون، لان كلش شاف احنا نحب اللعبه بصراحه، يعني صراحه بفضل يعني شاف انه عندكم استعداد لهاي اللعبه، فبدا انه يقويكم او تبدون تمارسون هاي اللعبه من الصغر. صح. نعم. زين. ست هدى، هي كره المنضده ام كره الطاوله ام تنس الطاوله؟ لماذا برايك تعددت اسماء اللعبه بهكذا اسماء؟ هي تعددت الاسماء، بس بالحقيقه هي لعبه واحده، هي رياضه واحده، بس هم لها اسماء. مثلا كره المنضده كان اكثر شيء يستخدموها بالاعلام وبالبطولات، اما كره المنضده كان يعني هي باعتبار الطاوله. نعم. هاي بالعربيه الفصحى كان هالشكل يسموها، بس الاكثر شيوعا يعني بالعرب، بالوسط العربي او الاتحاد العربي، كان يسموها تنس الطاوله، بالانجليزي تيبل تنس، يعني تنس الطاوله الاكثر شيوعا واستخداما كاسم. بس هي ثلاثتها تشير الاسم واحد، يعني حتى مرات قبل كانوا يقولون بينج بونج، كانوا يقولون منضده، كلها هي نفس اللعبه، يعني حتى اذا الاسماء اختلفوا بس هي ترجع الى انه هي رياضه واحده. نعم. ست هدى، احنا عاده يعني بالعراق نسميها او بالاعلام الرياضي هي كره المنضده. كرة المنضدة يعني الطاولة، يعني هي بالفصحى العربية يسموها كرة منضدة. نعم. بس هي بالأخير إنه أسماء، بس أكثر شيء هي تنس الطاولة، يعني الأصح. مثلا نحن نريد نسوي كتاب إنه نكتب هاي البطولة حنشارك بها، بالكتاب يكتبون إلى تنس الطاولة، تنس الطاولة، إلى اتحاد المنضدة أو إلى اتحاد كرة الطاولة، لا، إلى مثلا اتحاد تنس الطاولة. نعم. هاي الاسم الأكثر شيوعاً. نعم. حضرتك انطلقت مسيرتك عام 86 من نادي الشباب الرياضي واستمرت 12 عام، لكن شلون تصفين تلك الحقبة الذهبية لكرة المنضدة للسيدات في الدوري العراقي الممتاز؟ شلون تصفين هاي الحقبة؟ هي أنا بديت ب 86 كنادي، يعني بديت 85 بالبيت. نعم. انه حبيت اللعبه، لا اكمل امارسها، شفتها كلش حلوه. فسنه 1986 احنا رحنا نادي الشباب، يعني هو بصراحه ابويا جاب لنا مدرب من نادي الشباب، من نادي الشباب، بس احنا ارتاحينا النادي الشباب انا واختي، فقلنا احنا نحب نلعب النادي الشباب.
طبعا اكثر شيء الفضل يعود الى مدربي محمد الدوري، هو اللي بدا وياي من الصفر، يعني اني واختي، وكنا فريق كلش حلو بالنادي، يعني كنا مثل الاخوان بنات واولاد نتدرب سوا، والمدرب كان كلش يعني يريد نوصل، يعني يشوف احنا نحب اللعبه، يعني بالبيت نلعبها، يهتم بيكم، نروح يهتم كلش بينا. نعم. بصراحه احنا تطورنا، اول شيء بدينا داخل العراق، يعني مثلا بدينا بطوله العراق المفتوحه، بدينا بطولات وديه، بدينا اخر شيء وصلنا دوري انديه العراق، نحن 12 سنه اول. بس اللعبه الحلوه انه اني احب المنضده، بس صارت واحده من المفارقات وياي بهاي ال 12 سنه، مره من الايام اني تقريبا سنه لعبت سله، فمره كنت بدي العب سله وكان عندنا نهائي ورا يومين مال منضده، يعني احنا لاعبين الدوري قالوا لنا النهائي مثلا هالشكل يوم، انا كنت بدي العب سله ونازله ويا فريق نادي الشباب ونازله بطوله، انا صابيت بالسله، فاحنا بعد يومين عندنا النهائي واحنا 12 سنه ناخذ اول. فهاي المفارقات اللي صارت عندي بال 12 سنه اكيد، يعني هاي تكون شويه نزلت صعوبه بالبطوله لما تكون اصابه. 12 سنه اول، نعم. ونحن ننزل فرقي يعني 3 لاعبات، اني خسرت، واللي بحياتنا ما خسرانين احنا بسبب الاصابه، سببي اني. نعم. فبصراحه اول شيء المدرب قال يا تبقين على المنضده يا تبقين على السله، يعني صراحه كانت انت كنتي تلعبين سله وانصابيتي. وانا العب منضده، بس في اليوم دا اشوف السله حلوه، مدرب السله مال النادي قال تعالي مثلينا الدوري. نعم. والاصابه كانت قبل المباراه، قبل يومين من النهائي، يعني نحن لعبنا ويا مثلا 10 فرق من الانديه واحنا كلها فزناها، نوصل نهائي واحنا هذا النهائي 12 سنه الاول اكيد احنا خسرنا. بعدين بصراحه انا كلش انقهرت، اكو صحفي كتب بالجريده لاعبه تمارس لعبتين ولم تحقق التعادل بينها، فانا قلت خلاص يعني السله اتركها، انا كنت احبها. فصراحة يعني استمريت على المنضدة ورجعنا طبعا أول، وبعدها طلعنا بطولات ودية، رحنا سوريا، تونس، لبنان، أردن. نعم. مشاركات تقريبا كنا كل سنة نشارك، إذا عن طريق المنتخب أو عن طريق النادي. نعم. تقريبا بال 87 أنا صرت منتخب وطني. بال 87. وبطولات مثلا بدينا 88 أول بطولة بمصر، بطولة عربية، وبدينا بطولات يعني شوي شوي بدينا نستمر. كابتن هدى، الصعوبات اللي عادة تواجهيها بهاي اللعبة، لعبة الطاولة؟ هي بالبداية هواية شفنا صعوبات، يعني هي المنضدة لعبة كلش حلوة بس يحتاج لها تركيز، المنضدة كرتها صغيرة، يعني يحتاج لها تركيز، يحتاج لها ذكاء، يحتاج لها حركة، مع العلم هي كلش حلوة، لأن أنا قلت ما بيها أي إصابات، يعني إحنا مارسنا غير لعبات وشفنا إصابات، ونشوف هسه مثلا لاعبين السلة والطائرة والقدم إصاباتهم كلش يعني قوية. هاي خلينا نقول لعبة الطاولة هي ما بيها إصابة، لو إصابتها طفيفة قليلة إصاباتها. نعم. يعني يمكن أنا إيش قد صار لي ألعب ولحد هسه أنزل بطولات مال رواد ولا مرة ما صابيت، يعني إذا تسوين إحماء قوي وإنه ما يصير أكيد أي شيء. لازم إحماء قبل التمرين. بصراحة أنا كلش حبيت هاللعبة وهي لعبة كلش حلوة، يعني أنا ليش أشجع دائما الأهالي على هاي اللعبة؟ هسه تقدرين تحطيها بأي مكان، يعني موجودة بالمول، موجودة بالمدارس، موجودة بالكافتريات، مو بالبيت تجيبي مزمة الأكل، لسه لاعباتي مزمة الأكل ويسووا منضدة، لعبة حلوة مو مثلا طائرة أنت تقدرين تلعبيها بداخل البيت، لو تنس لا منضدة حلوة إنه تقدرين تلعبيها بأي مكان، فأنا بصراحة أشجع الكل على هاي اللعبة. زين. يعني برأيك هل كانت كلية التربية الرياضية جامعة بغداد اختيارك الأول؟ أكيد، لو تجي 100 جامعة ولا حد هسه أنا أقول الأول تربية رياضية، أنا هواية انطتني كلية تربية رياضية، إحنا كنا لاعبات بنادي، يعني إحنا من المتوسطة إحنا نلعب نادي، نلعب منتخب وطني، فمن أنا صرت بالكلية بصراحة أنا طلعت معدل وقبلت آداب، بس أختي انقبلت تربية رياضية، فأني سوى وياها يعني نفس المدرسة من صغار، هاي أختي توأم، فأني قلت لا يعني أنا شو ثاني على الآداب، أنا بصراحة أحب كلش يعني تربية رياضية، يعني هسه لو تقولي لي أختار 10 مرات تربية رياضية، بس إذا 11 مرة أحب الإعلام صحافة. عندك علاقة بالإعلام؟ تحبين الإعلام؟ يعني لو يقولون شنو اللي تحبين بالإعلام؟ أحب الجرأة، أحب الثقة بالنفس، يعني هسه اللي يقولوا لي تقدرين تكملين كلية لغ وأنا مكملة تربية رياضية، تختارين الإعلام؟ إعلام ورياضة، صحافة رياضة، إنه أصير إعلامية مال برامج رياضية، كلش تعجبني، أحب أشهر هاي اللعبة لأن أنا كلش تشجعت وكلش حبيتها، فأحب كلش يعني أدعمها. بس إذا تقولي لي تربية رياضية بها هواي فوائد، يعني إحنا كنا نتدرب بالكلية مثلا يخلص الكلية تخلص ساعة بالتنتين، احنا ما نعرف نقعد، يقول تمريننا ساعه بالاربعه بالنادي، احنا شنو نرجع للبيت؟
كنا مثلا بنات اولاد نروح قاعه السله نلعب سله نطور لياقتنا. مثلا تشوفين احنا حول الكليه هذا الماراثون نسوي لياقه بدنيه، نركض حول الكليه 2000 متر، هاي بعد الدوام. ومع العلم اني كنت زينه كره اليد بالكليه، استدعاني الاستاذ مال كره اليد، كنت بفريق كره اليد، ماكو لعبه ما لعبتها بصراحه ما شاء الله. فبحيث اني هسه من درست اني بمدرسه بصراحه كل المدرسات تشوفيهم يطلعون طوبه ويلعبون قدم، اني لا كنت تحبين هاي الالعاب الفرديه. درست الفرع ودرست هنا بأربيل مدرسه مال قداق، اشوف كلهم يلعبوهم لعبه واحده، لا جيت علمتهم منضده. يعني انت برايك هو عاده اللاعب او المدرب لازم يلعب مثلا عده العاب؟ مثلا انت حضرتك هسه تمارسين الطاوله والسله والطائره، يعني حسب ما انت يعني كل اللعبات. يعني انت برايك يعني عاده انه يعني مو فقط لعبه واحده. المدرب الناجح لازم يعرف كل اللعبات. ليش؟ هسه اني مدربه مال منضده، اذا اني ما افتهم بالمرونه او ما لاعبه، مثلا بالكليه لعبنا جمناستيك، لعبنا مبارزه، ماكو لعبه نلعب سباحه، كنت منقذه هندسه بحر الشعب، يعني ماكو لعبه انا مو زينه بيها ما شاء الله بكل شيء. فاني هسه لاعباتي مثلا نسوي فد يوم حر، انه مو كل يوم منضده، نروح للبارك نلعب سله طائره، او قاعه النادي مال السله اخذهم نلعب سله. فاذا انا ما اعرف العبها عيب يعني قدام لاعباتي. يعني حلو عندك كل هاي الطاقه وكل هاي الامكانيه وكل هذا المدرب الناجح لازم يعرف كل اللعبات. نعم برايي نعم. برايك شنو يعني اللي تقدمه الكليات خصوصا الرياضه للرياضيين، خلينا نقول الشباب؟ طبعا هي رياضه بحد ذاتها، هي فد شيء كلش حلو. اول شيء صحه، تزيل التوتر، هاي للشباب. نعم. ما لازم يروحون كليه رياضيه، مثلا يسجلون بنادي او يدخلون كليه، مميزاتها هوايه. اول شيء تحسن النوم، يقولون هرمون السعاده هي رياضه، الجسم الحلو تسوي، الصحه، الثقه بالنفس. يعني اني اشوف الرياضه هوايه شغلات بيها حلوه، عدا انه انت مثلا هسه تدخلين اي كليه، هسه مثلا احنا صرنا رياضه تصيرين شوي مشهوره، مثلا تسوين لقاءات، تطلعين خارج القطر، باقي اللعبات، باقي مثلا جامعات ايش تسوي؟ انا ما اشوفها، اشوف ينامون على الكتاب ويقرون، مع العلم احنا كنا هواي نقرا. كليه تربيه رياضيه اللي يشوفها يقول هاي سهله، كليه سهله، لا هي صعبه. رياضيه بها جانب عملي ونظري. نظري. احنا كنا جانب العملي من تجي مثلا طالبه عمرها 18 سنه، نحن اول شيء عندنا اختبار سباحه، تطفرين من المسبح ب3 امتار، كان هو ما يعرفون السباحه، فعلمتنا انه لازم الكل يتعلم. مثلا هذا عليها 15 درجه القفز، تشوفين الصف كله تعلم السباحه عمود ياخذ درجه زينه. هنا تعلمنا السباحه. مثلا انا بحياتي ما لعبه مبارزه، بالكليه لعبنا زانه، لعبنا سباحه، لعبنا الطفر العالي، سله طائره. يمكن انا كنت العب بالبيت بس مو كل الطلاب اللي وياي كانوا يعرفون، فمن دخلوا هاي الكليه تعلموا هواي شغلات، هاي جانب العملي. اما النظري اللي تعلمناه فروعه. احنا درسنا علم الفسلجه، كتاب كان من 612 ورقه، هذا كلش فادنا انا كمدربه. درسنا علم النفس هسه اني لاعبتي اعرف من تخسر شلون احكي وياها، اعرف مثلا اسلوبها من تكون فرحانه او من تكون عندها مشاكل. درسنا علم الحركه، درسنا تاريخ العراق مال الرياضات، درسنا الانجليزي. نعم انت يعني هي اكيد الكليه تنطي للطالب كل المعلومات او كل الاشياء اللي تهم الرياضه، اللي هو موجود اصلا يعني بالكليه، كل على قولتك النظري والعملي هاي كلها لازم يدرسها ويتقنها ويوصل الى لاعب يقدر اكيد يقول انه كليه تربيه رياضيه سهله. لا ابدا، العمل والنظر كان صعب. كابتن هدى، احنا كلام ممتع وياك، لكن ناخذ فاصل ونرجع لك. شكرا. مشاهدينا الكرام لا تروحون بعيد، انتظرونا بعد الفاصل. حياكم الله مشاهدي قناة العراقية السريانية. رجعنا وياكم من بعد الفاصل مع الكابتن هدى جورج. أهلا وسهلا بك ست هدى، نورتينا بالمعلومات الرياضية الجميلة. شكرا جزيلا. كابتن، لو قدر لك أن تعودي بالزمن، هل تختارين الدراسة في كلية أخرى كالطب أو مثلا الهندسة؟ شنو اللي تختاري؟ مستحيل اختار الطب بصراحه، اكره الدم، يعني اني ادوخ اذا اشوف حاله انه اكره الهندسه. اذا ترجعيني الزمن 100 سنه ارجع اكيد ترجعي للرياضه.
هي لعبه حلوه يعني التربيه الرياضيه. وطبعا اني كان امنيتي اكمل دكتوراه وامتحنت كفاءه، بس بصراحه تخرجت وتزوجت وما قدرت اكمل. انشغلتي. امنيتي نعم. كانت اكمل دكتوراه بالرياضه، نعم. لان هي الكليه والرياضه وهذا هو مشوار حياة شيء. الرياضيين يكملون يعني ما بعد فلو هسه الماجستير اي كليه اختار تربيه والدكتوراه. رياضيه كلية تربية رياضية. لان اني رياضيه فما راح اقدر اوفق بغير مكان. يعني انا قلت لك مثلا كنا نلعب بالكليه، احنا نخلص الساعه بالأربعة انا قبل اروح للنادي اكمل تمريناتي. فحياتي كلها رياضه، بالكليه رياضه، بالنادي رياضه، ونسافر هوايه. يعني يمكن لو نعم. كليه مثلا طب، يعني احنا انا بالسادس بال40 يوم بالمراجعه انا كنت مسافره، عندنا بطوله مال مصر دوليه. نعم. فيعني ما عندنا وقت هوايه، يعني الكليات الصعبه اللي شويه تحتاج قراءه ما كنا نلحقها. أكيد. يعني هواي نتدرب، لأن أنتم كان عندكم التزام بالبطولات يعني ما نطلع من الكليه احنا راسا لازم نروح للنادي، واذا عندنا بطوله ندرب صبح وعصر، فما كان حلو. عندنا ابدا وقت كانت فراغ. عندكم محتين؟ اذا احنا عندنا بطوله مثلا ياخذونا اجازه من الكليه عشان ندرب صبح وعصر. نعم. هذا الصح يعني. وانه ما نسوي لود قبل البطوله، مثلا قبل باسبوع نسوي تمارين خفيفه نجي هيك. بس لازم قبل البطوله اكيد قبل شهر يعني تدربين صبح وعصر. نعم. كابتن، اليوم كيف ترين نظرة، خلينا نقول، المجتمعات الشرقية للرياضة النسوية؟ شلون اليوم تشوفين نظرتك لهكذا شريحة؟ وقديما كان هواي تفرقه، انه هاي مرة هذا رجال، نعم. هاي بنت هذا ولد. يعني بالنسبة لأنه إحنا مجتمعنا شرقي، صح. فشوية تكون بيها يعني صح. هو قديما يعني قبل من كنا احنا ندرب صراحة، يعني كنا هواية ندرب، بعدين تصير 18 سنة نعم. وتشكل تعبانة عليها وساعات منطيتها وقت تروح تتزوج. مثلا أهلها أنت تقولين هاي التقاليد القديمة إنه يزوجوهم صغار، إنه يخافون عليهم، بس أنا ضد هاي الفكرة. أنا الفكرة الصحيحة إنه التربية، يعني مثلا إحنا أمي علمتنا التربية إنه نعرف هذا صح هذا خطأ. فأني إذا هي تحطني ويا مثلا هذا الجيل أو هذا المكان هي واثقة مني، ليش الأهالي إنه ياخذون هاي النظرة بأنه إذا بنية لعبة رياضة إنه تغلط؟ لا، التربية الصحيحة إنه الإنسان ما يغلط، يعرف هذا الصح هذا الغلط. زين أنا ليش ما أشجع بنتي؟ هسه أنا مثلا بنت عندي 2 ولد. نعم الله يحفظهم. شكرا. بنتي كانت بداية دربتها منضدة، وصلت سادس ابتدائي صارت بطولة ويا التربية الرياضية فازتهم ما شاء الله. بعدين همينا بالطاولة؟ بالطاولة. بعدين الأب كان أنا مهندس وأريدها مهندسة، بطلها وأنا ما رضيت وهي تحب اللعبة. هاي بهيك حالة صارت مشاحنات بين الهندسة وبين الطاولة. خليتها على راحتها بصراحة، هي مهندسة ما شاء الله. مهندس. نعم. وابني همينة مدير شركة بس مع العلم ابني هسه يلعب قدم كل فترة ويا أصدقائه، وبنتي تجي للنادي وهم تلعب. يعني قلت لها كملي شهادتك نعم. هندسة مثل ما تريدين، بس الرياضة هم حلوة وهم هي هسه تروح جيم وتروح رياضة. نعم. برأيك هل بسبب تلك النظرة تخلفت لدينا الرياضة النسوية أم ولم يعني نحرز مراكز أولمبية؟ هاي بصراحة قبل، أما الآن ماكو فرق بين البنية والولد. لو تلاحظين هسه احنا أكثر المدربين، نعم، مدربين محافظات الجنوب، محافظات الشمال، بغداد. هسه المدربين لو عدت لك اسمائهم كلهم مسوين اولادهم وبناتهم لاعبات. بغداد عندك مؤيد حميد بنته وابنه ابطال يعني. مثلا بالناصريه كابتن عقيل بنته واولاده ابطال. نعم. بالشمال اكو كابتن شقوان، اني مثلا سويت ابطال. ماكو هسه هاي العقليه مال قبل. وانت لو تلاحظين هسه احنا عندنا وسام نجله عماد جابت اولمبياد هسه اخر. نعم. اخر يعني هسه تغيرت عن قبل. هسه اكثر المدربين لو تشوفيهم مسوين اولادهم ابطال. تغيرت. نعم. الفكره انه القديمه انه لا انا بنتي ما اخليها تمارس رياضه. وكل المحافظات اكيد يعني صار اعداد هوايه يعني. نسيت قسم من الاسماء، اكثر مدربين هسه اولادهم يعلموهم على الرياضه. نعم كلهم. اكيد. ست هدى، كيف اليوم نقدر نشخص مشكله الرياضه في العراق؟ هي بصراحه مشكله انه الماديه. يعني اني اذا اجيب لاعبه وادى اسويها بطله بالعراق، اشوف باقي يعني مثلا الفريق المصري بالشهر يطلع 3 بطولات،
قلت لهم هاي هنا جوده هسه هي ترتيب عالمي، ترتيب وابطال على افريقيا، عندنا لاعبات ويوصلون، بس لكن قلة المشاركات. الامكانيات خلينا نقول قله المشاركات، الامكانيات محدوده انت يعني. هسه اذا تريدين تسوي لاعب بطل كل يوم تودي بطوله، يصير عنده خبره اكثر. فنحن هاي قليله عندنا، مشاركات كلش قليله. ويفرقون طبعا بين باقي اللعبات اكيد، بس هي نعم. لعبه فرديه احنا لو نهتم بيها ما تكلفنا شيء وتجيب لنا ميداليات. مثل فريق جماعي لا، هاي تجيب لنا ميداليات اكيد اكثر، صحيح. وما نصرف عليها مثل الصرف الباقي. نعم. باقي زين، اللعبات. برايك هل يعني تحصل الرياضات الاخرى غير كره القدم على نفس الدعم والتشجيع؟ لا اكيد لا. بصراحه يعني كره القدم ماخذه كل الفلوس مال الاتحادات. يعني هسه نشوف احنا برايي اكثر لعبه يصرفون عليها كره قدم. كره اكثر القدم. لعبة. زين وانتم ليش برايك؟ لعبه جماعيه شعبيه. يعني مثلا صراحه نقول تصير بهاي القاعه لعبه كره قدم وبهاي القاعه لعبه فرديه، تنس، ريشه، طائر، يروحون على كره القدم. الكل يحب قدم. هسه انت ولد هالقدوته لان لعبه شعبيه يحبها الجمهور. فبصراحه انا اقول يصرفون عليها اكثر شيء، بس هي لعبه شعبيه واسعه واسعه. يعني اكو مرات ما يعرفون شنو منضده، ما يعرفون شنو تنس طاوله، بس من تقول لهم قدم هسه يجونا بالنادي تسجيل، عندكم فريق قدم، عندكم فريق قدم، اول لعبه يصيرون عليها على القدم. اي بس هم بصراحه هو يصرفون عليها. أكيد. يعني اتمنى يصرفون باقي اللعبات ويدعموها. نعم. حتى تجيب لكم ميداليات. اكيد يعني اكيد. اللعبه الفرديه يعني عندنا بطولات وعندنا لاعبات يعني يمثلون العراق، وعندنا مواهب كلش حلوه على مستوى عربي اولمبي، بنجيب نتائج بناتنا واولادنا. زين انتوا ليش كله قدم قدم قدم؟ اتمنى يغيرون فكرتهم. نعم. منذ الاكثر شهره من اللاعبات المسيحيات في العراق، ممكن تذكري لي تلك الاسماء؟ اكو هوايه. اني اختصاصي يعني من مختلف الرياضات. اي مثلا بالمنضده اختصاصنا ندى جورج اختي كانت كلش لاعبه قويه، اسيل جوري، مثلا ريتا ريتشارد، ايمان بنيامين، هوايه لاعبات اكو. بالسباحه عندنا عبير لبيب. واذا تريدين مثلا اذا مو مسيحي مثلا عندنا افتخار جمعه، هاي كانت فتره استحاد. نعم. لاعبه يد، سله، طائره، منضده، كل الرياضيات زينه. حلو. فاكو هوايه لاعبات يعني اسمائهم حلوه وواصلين انجازات وماخذين ميداليات. نعم. منو من اللاعبات المسيحيات اللي دائما تكون قدوه هي امام هدى جورج؟ ندى جورج. ندى كلش قويه. كل بطوله العراق نصعد اللي هي نهاية. اختك. انا وهي. نعم. كل بطوله نصعد نهايه انا وهي. ونريد نلعب مثلا جايين ضيوف واحنا نعم. ما نقدر نلعب كل قوتنا وحده ويا الاخت، يعني ما يعجبنا. هي كانت دائما تغلبني قويه، بس مثلا من نطلع برا انا العب كلش حلو. زين، هم عاده انت تغلبيها لو هي تغلبك؟ هي تغلبني قويه. هي قويه. هي اكبر منك مو؟ توأم. صراحه يعني مشيت العب وياها ما فكر مثل العب ويا باقي اللاعبات، اقول ماكو فرق، انا ولا هي ولا يعني ماكو فرق بيناتنا، بس هي كانت قويه. زين، عند يعني اللعب انت وياها من تغلبك تحزنين ام تفرحين؟ أبداً. لو عادي. لا عادي. لان هي اختك. حياتي محازنه. اكيد. وهي كلش تحبني. حلو. يعني الله يحفظكم. شكرا. الله يخليكم. زين، خلينا نقول المشاركات اللي في البطوله العربيه بمصر هي محطه فارقه في مسيرتك الدوليه، وحصلتي فيها على شهاده تقديريه كلاعبه منتخب وطني. شنو اللي اضافت لك هاي التجربه الاولى لثقتك داخل الملعب؟ صراحة كانت بطولة كلش حلوة. يعني أنا ما طالعة خارج العراق، وأول بطولة عربية اللي أشارك بيها ده شفتها كلش صعبة. يعني كان عندي خوف مو طبيعي، مو يعني حتى كنت أخذ نقاط وبعدين يمكن من الخوف يمكن كنت أخسرها. نعم. علمتني ثقة بالنفس إنه هاي بطولة عربية، العبي لعبك، سوي ما تقدرين إنجازه. بصراحة يعني شوفي أول لعبة أقل، بعدين لعبة الثانية الثالثة جبت أكثر نتائج بيها. نعم. وحصلنا على شهادة تقديرية من الاتحاد المصري. نعم. كلاعبة. فحلوة يعني زيدتنا ثقتنا بنفسنا. وأكيد أول بطولة مو مثل بعدين بعد ما رحنا هسه تشوفين مثلا بمصر أول بطولة عربية مثلا مركز رابع، وراها بطولة القاهرة الدولية رابع، وراها بتونس جبت ثالث، ومع العلم كانت دولية مو عربية.
ووراها بالاردن جبت اول. ما يعني شاء الله. كل ما تفوت سنه يعني تلاحظين 88 ل 92 جبت اول، 88 كنا رابع. ما شاء الله. فاكيد هاي فادتني انه الثقه بالنفس، انه الخبره. نعم. اكيد فرق. حصلتي هواي جوائز بتونس ومصر واردن واربيل وسليمانيه. هاي البطولات كانت هي الاصعب فنيا وبقيت بالذاكره راسخه في ذهنك. شنو اللي انطتك اليوم هاي البطولات؟ هي ماكو بطوله سهله، كل البطولات صعبه. يعني بصراحه المستويات اللي بالعراق تنافس كلش قوي. يعني هاي اذا مو على العرب، على العراق نقول مثلا، بعدين نقول على العرب وعلى الدوليه، انه كل يتدرب، الكل صار قوي. يعني نحن لما ندخل تصفيات منتخب وطني كنا مثلا كبنات وحده تنافس اللخ، وحده تاخذ اشواط من اللخ، يعني على ما تطلع الاولى بالتصفيات هاي هالكانه، يعني كل المستويات كانت قويه. اكيد. بالنسبه للعربيه مثلا اني شاركت بمصر، لعبت حلو وجبت نتائج حلوه، بس اذا بطولات تعتز بيها، اول شيء اعتز مال تونس، جبت 4 ميداليات. هاي كانت كلش قويه. اولهم الفردي، يعني بطوله دوليه بها كل دول اجنبيه. حلو. زين انا هم يعني كنت ناشئه، يعني تحت 18 سنه، فمن هاي شاركت بيها. غلبت لاعبه جزائريه، غلبت لبنانيه، وقعدت ويا لاعبه بلغاريه. انا 20 هي 19، قبل كان الجيم من 21 نقطه، هسه نعم. 11 نقطه. نعم. انا اذا افوز يعني فارق نقطه واحده. فرق نقطه واحده، وانا افوز اصعد ويا الجزائري، والجزائري انا فايزتها بالبدايه. وكنت لاعبه بلغاري 2019، مع الاسف خسرتي وياها. ما قدرت اصعد نهائي اللاعبه الجزائريه، كان اقدر اجيب اول. بس هاي انطتني في الدافع انه اتدرب، وانه ولا هي لاعبه بلغاريه، انه اقدر افوز هي يوم من الايام. حلو، يعني كان تحدي بينك وبين نفسك. اي لين وصلت وياها فرق نقطه، فانا كلش انقهرت. وبنفس البطوله يعني جبت مركز ثالث بعدين بها، بس قلت هاي بطوله دوليه، يعني انه كل الفرق اجنبيه كانت. فتحديتي نفسك انه تتمرنين اكثر حتى انه تفوزين على وبنفس هاي البطوله جبت زوجي نساء ويا اختي هم مركز ثالث، جبنا زوجي مختلط ويا الوهاب عبد الحسين مركز ثالث، وجبنا بالفرق نساء هم مركز ثالث. مع العلم كانت دوليه كلش صعبه، يعني اكيد. هي الدول العربيه مالتها كانت صعبه، بعد الدول الاجنبيه. نعم. هاي البطوله اعتز بها مال تونس، واكو بطوله لخ قلت لي شنو تعتزين بها من كل هالبطولات؟ يعني رايحه مصر، بس مال الاردن كلش اعتز بها. صعدت نهائي ويا لاعبه اردنيه، وكانت الاميره عاليه هي حاضره البطوله، يعني دعم منها البطوله. اللي عجبني انه اني قلت واذا انه بالاردن وملكه عاليه وانه لاعبه اردنيه اسوي اللي علي، وغلبتها. غلبتي اللاعبه الاردنيه. غلبت اللاعبه الاردنيه. وثاني نعم. يوم بالجرايد عجبتني روح الاميره الملكه، انه كتبت عجبتني اللاعبه الرائعه هدى جورج وثقتها بنفسها. كتبت علي بالجريده ماذا قالت الاميره عاليه بحق اللاعبه هدى جورج. يمكن اتصور جبتي لي موجوده نعم. فهاي بعد زيدت لي الداعم، يعني انه اني من مركز ثالث، هاي بال 89 بال 92 انا جبت مركز اول. نعم. ولاعبه اردنيه كانت قويه. انطتك هذا الكلام، انطاك حافز اكثر عجبني التشجيع، وعجبني صارت ثقه عندي بنفسي انه اني من مركز ثالث جبت اول، يعني اقدر اني اجيب اول اذا بطوله وديه، اذا بطوله دوليه، اذا بطوله عربيه. نعم. طالما الانسان عنده ثقه بنفسه ويتمرن، اهم شيء البساطه، انه يتمرن ويشوف نفسه. تمرين. كثره التمرين، انت ايش قد ما تتدربين تجيبين نتائج. اللي يقعد ببيته واللي يجيب نتائج مستحيل يجيب. اكيد طبعا لازم. هي صار بالواسطه ماكو شيء. هاي بطوله، انا بطوله انزل ويا لاعبه دوليه، حكم ودا يحكم. انا ايش قد ما اقدر انطي، ايش قد ما اقدر اتدرب، طبعا اجيب تنطين اكيد ان شاء الله الموفقيه. نعم. يوم شلون تقيمين المشاركات الخارجيه، وشنو الفارق الفني بينها بين اللاعب العراقي واللاعب العربي؟ احنا برأيك مو قاصرات ويجيبون نتيجه، بس قولي لي كم مره نشارك بالسنه؟ طبعا هو مشاركات قليله، مشاركات جدا قليله. نعم. هسه انت اي لاعب تجيبيه ما عنده مشاركات، هسه لاعبات بينات يلعبون، تطلعيهم خارج العراق اول شيء خوف، ماكو خبره، لان ماكو مشاركات حتى يطلع على الملاعب. هسه سوريا، مصر، اردن، شوفي بالشهر كم بطوله يطلعون. بصراحه اتحاداتهم يعني توزع الفلوس، مثلا انه هذا الشهر للمنضده، هذا الشهر للقدم، هذا الشهر للسله. فتلاحظين كل اللعبات بكل مختلف دول العربيه كلهم يشاركون. احنا بصراحه يعني بطولاتنا قليله. فتقولي لي فرق، ممكن احنا يعني هسه لاعبتي فازت لاعبه اردنيه، كان هسه البطوله تجي كان تحت 13 سنه،
حلو. اخر مشاركه لكم ايش وقت؟ اخر مشاركه احنا كل سنه تصير بطوله العراق الدوليه كل سنه مشاركه؟ كل سنه تصير بطوله دوليه بسليمانيه، وصارت بطوله عربيه هم بسليمانيه. هسه من المحتمل يكون الشهر العاشر تكون بطوله الدوليه يشاركون بها اعمار، يعني تحت 13 سنه، تحت 11، تحت 15، تحت 17، تحت 19. نعم. وبيها فردي وبيها زوجي مختلط. والعام اجوا لاعبات من الهند، من قطر، مشاركات الصين. مشاركات. هسه بعدين تشوفين صور عندي لاعبات ويا صينيات، لاعبات يلعبوا. حلو. يعني نعم. هاي كلش تفيد البطولات. نعم. انا اتمنى من الاتحاد يكثر من هالبطولات حتى لا تقولي لي فرق بين عربيا وعراقيا. ان شاء الله ماكو فرق، لاعباتنا كل زينين، الاتحاد ما يقصر، بس اكثر اسوي مشاركات هوايه تفيد. نعم. كلش مفيده. احنا نروح فاصل ثاني بعدين ونرجع ان لك. شاء الله. مشاهدينا الكرام انتظرونا بعد الفاصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا ومرة أخرى من بعد الفاصل مع ضيفتي لهذا اليوم الكابتن هدى جورج. أهلا وسهلا بيك، نرحب بيك كل الترحيب. شكرا جزيلا. نورتينا اليوم. نور بيكم. الله يسلمك. حضرتك انتقلتي من اللعب الفردي والزوجي إلى القيادة الفنية في نوادي مختلفة، الأرمني وأكاد عنكاوة وأندية الوزارة. كيف ساعدت خبراتك الأكاديمية كخريجة تربية رياضية في فهم سيكولوجية اللاعبين وتطوير مهاراتهم الرياضية؟ أول تدريب إلي كان بنادي الأرمني. نعم. بالبداية كان عندهم فريق وأني بديت أطوره، إنه هذول يحتاجون دعم، تشجيع، حب اللعبة. نعم. نسوي بيناتهم منافسات، نسوي بيناتهم مباريات. بديت نادي الأرمني تقريبا بال 98، هاي أول تدريب إلي. بصراحة بعدين يعني تزوجت وصار عندي أطفال، وقفت عن التدريب. بعدين بالألفينات رحت بوزارة الشباب والرياضة، المدير كان أستاذ حكمة جواد، هو دعمني جدا. يعني وزارة الشباب مكان حلو خاص، إنه بنادي الأرمني قاعة صغيرة بها 100 واحد، بس وزارة الشباب والرياضة انطتني فالدعم كلش حلو، فالتشجيع، واني اطور نفسي كمدربة. حلو، يعني كان دعم اكو من قبل وزارة الشباب؟ اكيد يعني انه اول شيء دعموني انه اني اكون وحدة من هاي المدربات بهاي القاعة الكبيرة بالرياضة، بمستواهم كلهم كانوا متخبطين. نعم. فتشوفين القاعة بها 20 ميز، كل ميز له مدرب وعنده مجموعة من اللاعبين، وكان الاهالي يجون فرحانين يجيبون اولادهم. واني هوايه بصراحه كتبوا بالجرايد علي بهذا المركز، لان كنت كلش احب الاطفال. فيجي الاب يجيب مثلا بنته متوسطه، اقول لا هاي الصغيره هم جيبها. حلو. ادعم البنات من الصغر، اذا بنات ولا اولاد. نعم. بس انت يعني كان لك الواهس انه تدربين فئات يعني اطفال؟ من البداية أنا أدرب فئات عمرية، ولحد هسه نعم. أنا أحب فئات عمرية. كابتن، عادة الرياضي خصوصا بها لعبة الطاولة، إيش قد عمر يكون لازم يبدي ينمي تلك الموهبة، موهبة الرياضة الطاولة؟ يعني أنا هواية يجوني أهالي يقولون ابني صغير أو بنتي 5 سنين أو 6 أو 4، أنا لا، أنا مع الأسف بديت كبيرة باللعب. أنا من بديت عمري 16 سنة أنا أشوف غلط. أنا لو مثلا واكيد من صغير يبدي احسن حتى أنا يعني رياضات بالبيت. نعم. بس من التحقت بالنادي لا، اتمنى مثلا 6 سنين او 6 سنوات اكيد لازم حتى ينمي تلك المواهب. هسه سويت من اجيت هنا بنادي اكاد عنكاوة رياضي باربيل، اجيت كان اكو لاعبتين كبار، اريد ننزل فرقي لازم 3 لاعبات، اضطريت انزل لاعبه 2014 انا نزلت لاعبه، مثلنا بطوله الاقليم فزنا واخذنا المركز الثاني، وبعدين صار بطوله فاستنج انا نزلت لاعبه جبت مركز اول بأربيل. فكرت قلت للنادي احنا ما معقول نظل على 3 لاعبتين كبار واني اريد اصير مدربه يعني. نعم. انا بصراحه من الجيران شفت بالمنطقه، شفت وحده تلعب طوبه تتعلم على النادي. حلو. شفت الجيران، شفت الاهالي اجابوا يعني اكو تشوفين يعني لاعبات انه يحبون هاي اللعبه من خلال يعني انت حضرتك ما تجيبيهم اجباري. انا من واهس لازم واهس. اي اب يجيب ابنه اقول اخاف مثلا يريد غير لعبه وانت جبرت على هاللعبه، اهم شيء عنده واهس. قال لا هو يحب هاي اللعبه. فمن جيت لاعباتي كانت وحده صف ثاني ابتدائي صغيره ما تمشي الميز، كنت احط لها قاعده خشب حتى تصير على مستوى الميز، كانت قصيره. زين شلون بهيج حاله يعني من يعني يمين يسار؟ لا كنا نحط لها مثلا في قاعده خشب وتوقف عليها حتى تصير بطول الميز،
وهسه هي لعبت انت بطولات عربيه، لعبت منتخب ما شاء لسه الله. وياي. زين كابتن، عاده اللاعب خصوصا بهاي اللعبه يمتاز بمواهب ام لاعب بصوره عامه يتدرب حتى بعدين يكون لاعب؟ الاثنين. مستحيل انا اول ما يجي طفل اعرف هذا يصير له ولا، بس اقول له امسك الركض. هسه احنا عندنا تدريب بالنادي، اكو عندي مدرسه وفريق نادي بنات. هذول المدرسه انه تسجيل يجون، ابني هاي المسكه خطا، ما يغيرها وما يغيرها ويغلبهم. اقول له انت ما راح تصير بطل لين عنيد. يعني اهم شيء يسمع كلام المدرب. اللاعب يسمع كلام المدرب، نعم، ونفس الوقت عنده موهبه. يعني انه مو انه تجيبيه ما عنده موهبه، حتى لو جسمه رياضي. اهم شيء يحب اللعبه، عنده موهبه ويحب التمرين ويحب اللعبه. اذا هو حب اللعبه يتشجع. اني تمريني ساعه ونص بالنادي، يجون انا اضل 5 ساعات ما يقبلون يطلعون، يجون اهلهم يوقفون ما يقبلون يحبون اللعبه. نعم، اني ارغبهم باللعبه. زين، برايك هاي اللعبه ياهل الاكثر يعني رغبه اللاعبه ام اللاعب؟ او مو شرط؟ الاثنين يحبوها. يعني بالضبط عندي فريق بنات واولاد تقريبا نفس العدد يحبوها. يعني صح نقول الاولاد يميلون كره القدم، بس اكو هوايه يحبون كره المنضده. فتشوفين عندي نفس عدد البنات نفس عدد الاولاد، كلهم يحبون اللعبه. يعني هو نفس العدد. نعم. حضرتك انت حققتي كمدربه للمنتخب الوطني والفئات العمريه نتائج متميزه في البطوله العربيه وتحت 13 سنه. الفلسفه التدريبيه اللي تعتمدين عليها لصناعه بطل طاوله ناشئ قادر على المنافسه دوليا؟ هو بالبدايه انا جمعت بنات وسويت فريق، وعندنا هذا فريق النادي. هسه انا عندي 10 لاعبات فريق النادي. عندي اكبر وحده 2008 واصغر وحده 2014 و2015. عندي كل الاعمار. ليش؟ مثلا تصير بطوله العراق انا ما اقدر انزل من 6 سنين، بطوله العراق تكون مفتوحه، اعمار مفتوحه. الاعمار مختلفه بالنسبه مفتوحه. يعني مثلا يقولون بطوله فئات عمريه، لا يقولوا لك هاي 11 سنه تنزلين لاعبتك ب 11 سنه، هاي 13 سنه 13 سنه. نعم. بس اكو بطوله العراق اني عندي 3 لاعبات 2011 عمرها و2009 لعبوا انه كان دوري المحترفين. اني بالنادي ما جبت ولا لاعبه محترفه. قلت اني دا ادرب هذول الثلاثه والثلاثه ينزلون، باقي الفرق جابوا لاعبين محترفين وجابوا نتائج. زين اني دا ادرب هذول الثلاثه، اذا اجيب محترف بيناتهم حظلم وحده ما راح تنزل البطوله. زين هم ثلاثتهم دا يتدربون، اني ما جبت محترفه. نزلوا ويا المحترفات وجابوا نتائج حلوه ونفسوهم. وجبنا بالدوري العراقي المركز الرابع وكانوا لاعبين محترفين. بس اني 3 لاعبات مالي ناشئات براعم وما جبت اي محترفه. بس هم شلون استغلوا هاي الفرصه، اخذوا خبره، لعبوا ويا لاعبات لبنانيات ويا محترفات كانت لاعبات ايرانيات. يعني صار اكو احتكاك بين خلينا نقول يعني المشاركات اللي يشاركون بها. طبعا. هسه اني هاي تحت 13 سنه احنا جبنا بطوله العربيه. لاعبه اول مره تلعب بطوله عربيه ويا مصر 11-4 فازوا بالزوجي، بعدين خسروا، جابوا ثالث بطوله عربيه، جابوا ميداليتين بالفرق النساء، جابوا مركز ثالث. اول بطوله عربيه تشارك فيها فازت اللاعبه الاردنيه، وعندي فيديوهات ودا تلعب صغيره. وهسه هي لاعبه منتخب وطني وعندها بطوله دوليه. ليش؟ من صغيره لا تخافين، تمرني، تشجيع، اهلهم هم يشجعوهم، هاي اهم شيء. فماكو لاعب اذا هو يحب اللعبه ويتدرب ما يصير. اكيد. بس انا افضل قلت لك صغار. نعم. يمكن باقي اللعبات اعمارهم كبار، بس كره المنضده حاليا لازم تسوي لك قاعده. عندي فريق اول، هسه انا دا ابدي بنات صغار، فريق ثاني احتياط. نعم. كابتن هدى، عاده هاي اللعبه لعبه الطاوله شنو تتطلب شروط لها من حيث الامكانيه او من حيث الماديات او من حيث اللي يحتاجوه خصوصا بهاي اللعبه؟ هي لعبه اول شيء لازم يدعمها النادي او الاتحاد. احنا مثلا بالنادي عندنا بطوله يابا، مثلا محتاجين تجهيزات رياضيه، هذا الركت عندنا شويه غالي المطاط. بس النادي نقول عندنا بطوله يجيبوا لنا مطاط. هو عاده العفو الركت يكون يعني من ضمن النادي لو خاص باللاعب خصوصا يعني بالفرق؟ هو بصراحه يعني هو المفروض على النادي. احنا من جينا انا سويت فريق، شنو يا باحتياجاتك؟ قلت مثلا اريد ميز. هسه احنا بالقاعه مالتنا اكو 4 ميوزه. نعم.
الشبكه خربت يبدلون اياها شبكه جديده. الركتات عندنا هذا المطاط شويه غالي، بس امكانيه المنضده كماديا تقارنيها بغير لعبات كلش بسيطه. ما عدا المطاط غالي. هذا المطاط يتبدل كل 6 اشهر اذا انت تدربين كل يوم. اللي الحاجز اللي بالنص ينمسح ويروح الدوران مالته. اللي بالركت. هذا الركت، هذا المطاط. اي المطاط. المطاط. الخشبه اذا واحد يعتني بيها ما كل شيء ماكو عليها، انه ما يحطها بالحراره. بس المطاط انت ما تخلصين تمسحيه، يحافظ على يعني مده مالته انه ما يخرب، وما تحطيه بحراره، وتحافظين عليه تحطيه بكفر. احنا نتدرب كل شيء ما عندنا، فالنادي بصراحه احنا يدعمنا كركتات، كمطاط، ككرات كثيره، عندنا جهاز روبوت. هاي كلها مفيده. إيه؟ نعم. انت حاليا هسه تدربين يا نادي؟ انا ادرب منتخب وطني فئات عمريه هذول الصغار. انا طبعا احب الاطفال فاحب الصغار. حلو. وادرب نادي اكاد عكاوي رياضي. عندي فريقين، فريق مدرسه اكاد وفريق بنات النادي اللي هم 5 منتخب وطني. نعم. كابتن، شاركتي بدوره تدريبيه في الصين. طبعا هي المدرسه الاقوى عالميا في تنس الطاوله. ما هي ابرز الاسرار والاساليب الفنيه اللي نقلتها من المدرسه الصينيه وطبقتيها مع اللاعبات العراقيات، خصوصا في حضرتك في هذا النادي؟ انا رحت دوره تدريبيه شهر للصين واخذت شهاده وكلش استفادت منها. هناك يهتمون مختلف الاعمار. هنا مثلا من واحد يكبر يقول له خلاص عمرك روح اقعد، هذا خطا هذا. يعني نحن هناك اول شيء قالوا لي انت تريدين تكونين مدربه ولاعبه بالدوره؟ قلت ايه. هاي ايش وقت شاركتي بيها؟ هاي 2024 بقينا شهر. انا كنت مدربه ولاعبه. قالوا لي تقدرين توقفين مدربه؟ قلت لا، كنت ويا اللاعبين. احنا كنا مثلا من جنوب افريقيا، من كوستاريكا. ايش قد ظليتي هاي الفتره يعني بهاي الدوره؟ شهر بقينا بالدوره. نعم. كنا الصبح ساعتين احنا يروحون يودونا لياقه بدنيه فتنس. يقولون انت مدرب لازم يكون عندك لياقه. اني ادرب لاعبين عندي بطوله مرات نبقى بالقاعه 6 ساعات. نعم. فهم برايهم انه اللياقه البدنيه رقم 1. ليش الصين هم عالميا نعم يحبون اللعبه؟ بس احنا جماعتنا يتدربون قبل البطوله صبح وعصر. صح. هو هذا خطا. اكو بطوله نعم. اكو بطوله 3 ساعات الصبح 3 ساعات العصر. ما يملون. ودونا بقاعات نشوف 70 سنه 80 سنه يلعبون. هنا يقول لك هاي كبر عيب يلعب. ماكو شيء. هناك تشوفين القاعات، هنا يلعبون ريشه، هنا منضده، برا يركضون ساحه ميدان. صح. ما عندهم البساطه. اني هوايه عجبتني هاي الدوره اللي رحتها. هوايه استفاديتي هواي من عندها. يعني مدربات صينيات ومدربين صينيين كانوا يوقفون فوق راسنا. شلون تنطين كرات كثيره، شلون تسوين لاعب، شلون انطونا حتى محاضرات نظريه انه من توصلون مثلا 10 لاعب الخصم شلون اني اخذ وقت مستقطع احكي ويا اللاعب انطيه كلها استفاديتي من عندهم. يعني كلش استفادينا. يعني هوايه علمونا بها هاي الدوره، واتمنى هسه اللاعبات هم يروحون هاي الدورات. نقلتي هاي الخبره للاعبات العراقيات من خلال تدريبك لهم؟ هم اعطونا فيديوهات واني كنت كل يوم طبقين على الفيديوهات. نفتح فيديو ونسوي. شو مدربه صينيه كانت تعلمنا انه هاي ننطي الكرات، هذا الارسال نتعلمه، هاي المهاره. كنت انا افتح فيديوهات ونسوي مهاره ويا لاعباتنا. الفتنس كانوا يسوون لياقه بدنيه. اني كنت اهتم اكثر شيء بالمنضده. قلت لا، ليش ما اني دخلت دوره اتعلم منها؟ قلت اسوي لهم لياقه بدنيه. هاي الفيديوهات اللي كانوا يسوون اياها وهي كلش صعبه اسويها للاعباتي بعد ما يتعبون. يعني بالبدايه يمكن كان ساعه يلعبون يتعبون، هسه 3 ساعات ما يتعبون. اللياقه كلش مهمه باي لعبه. أكيد. ست هدى، بعد هاي المسيرة الحافلة بالإنجازات والتكريمات من اللجنة الأولمبية والاتحاد العربي لوزارة الشباب والرياضة والنوادي الرياضية بصورة عامة، شنو الحلم الأكبر اللي تسعى إلى الكابتن هدى جورج لتحقيقه لكرة المنضدة العراقية اليوم؟ بالبداية حلمي يعني أشكر عائلتي، يعني زوجي وأولادي، لأن هم حققوا لي هذا الحلم. نعم. انطوني الفرصة إنه بصراحة السفر ما كلش هواية، أترك البيت، عائلتي، أهلي، جيراني، أصدقائي، صديقاتي، يعني كلهم دعموني. فحلمي كان الحد هسه أنا حلمي ما يوقف. حتى أنا بهالعمر كل يوم أتعلم فد شيء. حلو. يعني أنا حلمي مستمر، مدربة
انا قبل سنتين رحت لبنان، يعني ما لعبت شاء الله بطولة مع عندك رواد. طموح هواي. انا قبل سنتين رحت بطوله بلبنان، لعبت اني مع رواد بطوله مع حلو. المدربين. نعم. ليش اوقف اني بس ادرب؟ لا، اروح العب أنا. حلو حلو. وهسه انا كل يوم العب ويا لاعبين. وحققتي يعني شيء بيها الرواد؟ اي يعني جبنا مثلا مركز رابع، بس كانوا كل شيء اقوياء. يعني رواد هسه تصير كل سنه بتركيا هاي البطولات، كل الابطال مال كل العالم يجون بهاي. مثلا اكو من 40 الى 50 سنه، من 30 الى 49، من 60 الى 70، فكلش حلوه. فحلمي يعني ما يوقف، اروح بطولات، العب، ودائما اشجع. عندي رقم واحد اشجع تشجيع. الاهالي، اذا ما يحبون المنظر حلو. ريشه سله طائره، كافة الرياضات. ادعم الاهالي لما يقعدون اولادهم على الايباد وعلى الموبايل، ادعموهم. نصيحتي وحلمي لكل العوائل أحسنتي. انه يشجعون اولادهم على الرياضة. الرياضه. الرياضه تنطيك نفس هيك، يعني نفسيا انت تكونين مرتاحة. تتمرين تطلعين غير نعم ناس تكونين. صح. اذا عندك مشاكل كلها تروح. أكيد. وعادة الصحه، صح. اللياقه، الجسم أكيد يعني كلش أكيد حلوة. إي صحيح. كابتن، الهوايات الأخرى غير الرياضة اللي حضرتك أنت تحبيها بصورة عامة؟ غير الرياضه احب الطبخ، احب طبخ؟ اسوي معجنات، نعم. احب المسلسلات التركيه اتفرج هوايه. حلو. اي، وعندي هوايات، مثلا احب امشي، احب اسمع موسيقى، احب اسافر. نعم. هوايه. حلو. هوايه حلو. هواياتي. زين. كلمة أخيرة اليوم تحبين توجهيها من حضرتك إلى كل جمهور هدى جورج من خلال برنامج برستيج. هاي الكاميرا لك. بالبدايه اقول لهم استمروا، اذا انتم مو رياضيين تعالوا للرياضه، واذا انتم رياضيين استمروا، ماكو احلى من الرياضه. وكونوا بسيطين، مو انه لاعب يجيب نتيجه واقول للاعباتي هم انه انا ايش قد عندي بطولات بس بسيطه. احب كل الناس، احب المسامحه، يعني اذا اني اخطا، اذا كان طفل او كبير اعتذر، انا خاص. صح. انا احب تعامل الناس، المسامحه، الطيبه. فيا ريت كل الناس يكونون حنونين، حلوين، حبابين. اهم شيء التسامح، واهم شيء نستمر بالرياضه، لان الرياضه كلش حلوه. نعم. ما هو برستيج الكابتن هدى جورج؟ انا كلش بسيطه، برستيجي ببساطه، يعني ما احب اعقد الامور، احب واضحه، ما احب احكي بالظهر. نعم. اكره الغرور، احب التواضع، احب اساعد الناس، يعني ناس ما اعرفهم يطلبون مني او ما يطلبون احب اساعدهم. اهم شيء الانسان يكون سمعته. انا باكر اموت ما احمل غير السمعه. صح. أنا أبوي كلام توفى. طيب. لحد هسه الاتحاد اخذوا الصوره مال ابويا يحطوها بالاتحاد، يقول احنا ما ناخذ من الانسان غير السمعه. فاني ما ادوم، يمكن باكر اموت بس تبقى السمعه. أكيد. انه الانسان يكون سمعته حلوه، اخلاقه حلوه، يحب الناس ويسوي انجازات. اهم شيء انه يسوي انجازات حتى باكر عقبه يقولون هذا سوى انجازات. نعم أكيد. احنا اليوم نشكر وجودك بهاي الحلقة ونتمنى لك كل التوفيق في المجال الرياضة وخصوصا بلعبة المنضدة. واني اشكركم هوايه، لان انا ايش قد ما ادعم الرياضه، مو بقد انه تكون هاي اللقاءات الحلوه يشوفوها الاف وملايين من الناس اللي اهاليتهم ما يحبون الرياضه، يمكن يبدون يحبوها بهذا الدعم. نعم صح. وشكرا على جهودكم وتعبتكم وياي، والله يوفقكم، وان شاء الله دائما المستقبل احسن. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك كابتن هدى، شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا الكرام تقبلوا كل التحيات، انا مني مها صافي، نلتقيكم في حلقات اخرى، الى اللقاء.